عايزة تاكلي سمك بس الدنيا حر، هقولك على أخف طريقة عمل سمك سنجاري ممكن تاكليها في حياتك، وهتعمليها في دقيقتين اتنين وانت واقفة. طبعا جبت سمكتين اتنين سنجاري ونضفتهم كويس ونقعتهم شوية في مية وملح وخل وليمون. قمت جاية بقى فاتحاهم سنجاري كده، معايا بقى فصين توم، هرسة شطة، ليمونة كاملة. لو عايزاه حراق حطي حتة شطة حراق، الهرسة اللي عندي دي مش حراق. مش عايزاه حراق خلاص طبعا بتحطي كمون وملح ابيض. تبدأي بقى التتبيله، ما تحطيش اي حاجه تانية غير كده. تقومي بقى جايه مملحه السمكيه او معنى اصح بتتبليها كده. بس انا الاخر بحب اضيف نص طماطميه بس على السمكه، بحسها بتنزل الميه اللي فيها، بحيث ان هي تخلي السمكيه من جوه طريه وحلوه ما تبقاش ناشفه. قبل ما تكملي الفيديو معايا صلوا على النبي، اعملوا متابعه على القناه ودوسوا لايك. عايزه متابعات كتير يا جماعه، اللي يتفرج دوس على زرار الاشتراك، زرار الاشتراك ما بيقعدش، دوس بس عليه متخافش، عشان كل ما اعمل فيديو يوصلك اشعار بيه. طب زي ما انتوا شفتوني بقى فردت التتبيله كلها على السمكه كده. اتفرجوا على المنظر، شوفوا الجمال بقى. والله ما شكله بس ني كده يتاكل حاف، والله الطعم والله العظيم رهيب. انا ما بحطش السمك ده زيت ولا اي حاجه. هو طبعا السمك ده احنا كلنا عارفين السمك ده روسي، اللي هو ابو ظهر ازرق او الروسي او المكاريل زي ما انتوا بتسموه عندكم. السمك ده معروف ان هو سمكيه سمينه، هي اصلا بتنزل دهون تسوي السمكيه، ما تضيفلهاش اي دهون خالص، هي بتسوي نفسها بنفسها. شوف جبت بقى نص طماطميه اهوت، هبدا ان انا اقطعه قطع صغيره خالص على الوش كده. عادي على فكره ممكن برضو تدقيها مع التوم والحاجه عادي جدا برضو، بس بتفرق جدا في الطعم، بتفرق جامد. جربي من غيرها وجربي بيها، كل اللي يجرب الطريقه دي يدعيلي. والله احلى طريقه سمك هتاكليها، كل اللي هياكله من ايدك هيسالك انت عامله ازاي، رغم انه مش افتكاسه يعني، بس جميل. يلا تعالوا اتغدوا معانا.